وموجود في الجزيرة دي حيوانات ونباتات مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. اتسمت الجزيرة بالاسم ده نسبة للسلاحف الضخمة اللي موجودة فيها، وكلمة جالاباجوس معناها صدف السلاحف البرية اللي بيوصل وزنها 250 كيلو جرام وبتنام 16 ساعة في اليوم، غير إنها بتعيش أكتر من 150 سنة. عشان كده طول ما انت ماشي في الشوارع هتلاقي رسومات وأشكال للسلاحف والحيوانات النادرة على الجزيرة. ده حتى وانت سايق مش هتلاقي إشارات إن في شخص بيعدي فلازم تهدي السرعة، لا انت هتلاقي إشارات للسلاحف إنها بتعدي. ومع كل ده مش مسموح لك إنك تلمس الحيوانات، وبالأخص السلاحف هناك، وإلا هتدفع غرامة، لكن هم مسموح لهم يلمسوك عادي جدا. عشان كده منصحش حد بيخاف من الحيوانات يسافر هناك. وعلى فكرة الجزيرة دي فيها آخر فصيلة من التنانين واللي اسمهم ميني جودزيلا أو مارين إجوانا، لأنها الوحيدة في العالم اللي تقدر تغوص. لكن ما تخافش، هم حجمهم صغير ونباتيين كمان، يعني تقدر تقرب منهم عادي. أما بقى كلب البحر فانت هتشوفه طول ما انت ماشي في شوارع الجزيرة، وكمان هتشوف طيور اسمها الأطيش أزرق القدمين، وسموهم كده عشان برغم جمال لون رجليهم الفيروزي إلا إنهم ما بيعرفوش يمشوا عليها. وبما إن كينيا مشهورة بالأفيال فهتلاقي في أشهر شارع في المدينة تمثال أنياب الفيل. أما عن جوها فهو متقلب شوية، ساعات مطرة، ساعات سحاب، ساعات شمس، لكن برغم كده هو في الأغلب معتدل، صيف وشتاء. وده اللي ساعد على وجود أشجار كثيفة ومحميات ساكنها حيوانات من غير بقى ما يكونوا محبوسين في قفص ولا غيره، كأنك بتعيش فيلم أفريكانو بالظبط. هناك هتقدر تمشي في حشائش السافانا اللي ياما درسناها في الجغرافيا، وكمان هتقدر تشوف سيد قشطة اللي بياكل أكتر من 25 كيلو زرع في اليوم، وما تتخضش لو لقيته بيتمشى جنبك بالليل، ده عادي جدا. هناك هتلاقي كمان قبيلة الماساي اللي حكينا لكم عنهم قبل كده في رحلتنا لكينيا. القبيلة دي مشهورة بسكنهم بالقرب من الحيوانات المفترسة. وعلى ذكر الحيوانات، من أغرب عاداتهم إن الولد لما يكبر لازم يقتل أسد بنفسه، وده زي إثبات كده على إنه بقى شجاع. كمان هناك هتقدر تشوف أكبر تجمع لنجم البحر اللي بيكون شكله جميل وألوانه مبهرة. ده غير إنك أكيد هتشوف نوع من أكبر أنواع السلاحف في العالم، وهي الدبرة اللي وزنها بيعدي 250 كيلو. وعلى ظهر السلاحف هتلاقي رقم مكتوب، الرقم ده بيكون عمر السلحفة. أما عن حياتهم فهم بياخدوا كل يوم كلب الصيد عشان يصطادوا بيه السمك والخنازير ويقدروا ياكلوها بعدها. أما عن أكل لحوم البشر فتقريبا ما بقاش موجود من ساعة ما اعتنقوا الديانة المسيحية. أما بالنسبة عن الأكل فلو حبوا في يوم ياكلوا سمك بيروحوا قبل الغروب يهيئوا المصايد عشان تاني يوم يتجمع السمك فيها. طب ده بيحصل ازاي؟ أول حاجة بيجمعوا السمك الصغير ويحطوه في الخطاف ويسيبوه يوم كامل عشان السمك الكبير يقدر يتجمع حواليه. وعلى ذكر الحيوانات فمن عاداتهم الغريبة مش إنهم بياكلوا الغزلان بس، لكن دول كمان بياكلوا القرود. وعشان يقدروا يصطادوهم بيصنعوا سلاح النفخ اللي بيكون عمود خشب متفرغ وجواه رمح، بعدها بينفخوا فيه عشان الرمح ده يوصل للقرود على الشجر.